السلام عليكم. هذا واحد الشاب سميتو فؤاد، كان مولوع بزاف بالخدمه ديالو وبمشاريعه، وكانت حياته كلها منظمه على جداول والمواعيد والاجتماعات، وما كيخلي حتى دقيقه تضيع. والشيء الوحيد اللي ما كانش عنده فيه الوقت هو الصلاه. كان كيقول دابا نساليو ونصليها، دابا مازال عندي ما ندير. فؤاد كان عنده واحد صديق ديالو عزيز عليه سميتو عمر، وعمر كان منظم بزاف في حياته، ومهما كانت مشاغله ما كيخليش الفرد يفوتو. واحد النهار كان فؤاد في واحد المشكل كبير في الخدمه ديالو، شي حاجه معقده ولا ما قدرش يحلها. لقى راسو كيعيط لعمر وهو معصب ومهموم. قال ليه عييت ما نفكر وهذا المشكل ما بغاش يتحل ليا، حسيت بحياتي تخلطات وما بقيتش كنعرف منين نبدا. عمر تبسم وقال ليه انا عارفك منظم في كل شيء الا في اهم حاجه. تخيل معايا الحياه ديالنا كلها عباره على مكالمات مع اغنى واقوى مسؤول في العالم، وهذا المسؤول هو اللي كيعطيك الرزق والراحه والافكار الناجحه، وكيعيط لك 5 المرات في النهار على مواعيد ثابته باش يسمع لك ويحل لك المشاكل ديالك. فؤاد تعجب، قال لي شكون هذا المسؤول؟ شكون هي المكالمه؟ عمر جاوب بكل هدوء، قال ليه هذا المسؤول هو الله سبحانه وتعالى، وهذه المكالمه هي الصلاه. وانت يا فؤاد راك كتضيع هاد 5 المواعيد ثابته، وكتقطع الخط اللي بينك وبين مصدر القوه والحكمه، وكتضيع 5 ديال الفرص يوميا باش ترتب حياتك وتلقى الحلول ديالك في السجود. وقال ليه وانا علاش حياتي منظمه؟ حيت كل صلاه هي نقطه توقف كترجع ليا فيها النفس، كنخلي كل شيء من يدي وكندخل في وصال خاص مع الخالق. داكشي علاش كتجيني البركه في الوقت، وكنعرف اش كندير. والصلاه ماشي مضيعه للوقت، بل هي اداره للوقت بالمعنى الروحي. تاثر فؤاد بزاف بكلام صديقه، حيت هو كيحترم المواعيد مع البشر وكيضيع المواعيد مع الله. وبدا فؤاد من داك النهار كيحافظ على الصلاه، ولقى المشكل ديالو تحل بسرعه اكبر من اللي بدا يدعي ويثق بالله، وحس ان حياته رجعات لها البركه والتنظيم اللي كان كيقلب عليه. العبره من القصه الصلاه هي العلاقه المباشره اللي خاصها تكون الاولويه الاولى في حياتنا، واللي كيقطع هذا الوصال كيحس بالضياع والتخلط في حياته واخا يكون ناجح في الدنيا. الصلاه كتعطينا 5 فترات الراحه والتركيز، كتمحي لنا الضغوط وكتخلينا نرجعوا للطريق الصحيح. هي البركه في الوقت ماشي الضياع ديالو. الا كنا كنحترموا مواعيد مع الناس، خاصنا نكونوا اكثر احتراما للمواعيد ديالنا مع اللي خلقنا ورزقنا. وكنتمنى هاد القصه تكون عجبتكم والميساج ديالها وصل وكتشجع على الخير. وإلا عجبتكم هاد القصه قولوها لي في التعليق، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتابوناو معايا باش نزيد نحط لكم قصص جداد. مع السلامه.